في 3 حاجات بيعملها كل شخص ناجح وانت غالبا مش واخد بالك منهم. مش الحظ ولا الوقت ولا الفلوس، 3 خطوات بسيطة بس تأثيرهم كبير جدا لو بدأت النهاردة. النجاح مش صدفة، هو نتيجة قرارات صغيرة بتتكرر كل يوم. ناس كتير بتجري ورا الهدف الكبير بس بينسوا يبنوا النظام اللي يوصلهم ليه. النجاح الحقيقي بيبدأ لما توقف تسأل عايز ايه، وتبدأ تسأل أنا بعمل إيه كل يوم يوصلني لهناك. يمكن تقول دلوقتي أنا جربت كل حاجة ومفيش نتيجة، بس الحقيقة إنك يمكن بتجرب نفس الطريقة كل مرة. أو تقول أنا مش فاضي، بس النجاح مش محتاج وقت، محتاج نية وخطوة ثابتة. كل يوم تأجيل هو يوم اتأخر عن حلمك. في شاب اسمه ديف توماس بدأ حياته يتيم وبيغسل أطباق في مطعم صغير. ما كانش عنده شهادة ولا فلوس، بس عنده إصرار. وبعد سنين من الشغل والتعلم أسس سلسلة وينديز اللي بقت من الأكبر في العالم. السر إنه مكمل حتى لما الدنيا وقعته. خليني أقولك على 3 خطوات لو مشيت عليهم هتبدأ تشوف فرق حقيقي. الخطوة الأولى، ركز على التقدم مش الكمال. كل مرة تحاول تكون مثالي هتوقف، بس كل مرة تتقدم حتى لو خطوة هتكسب. الخطوة التانية، اختار عادة واحدة تربطها بهدفك. مثلاً لو هدفك تتطور في شغلك، اقرأ 5 دقايق كل يوم عن مجالك. العادات الصغيرة هي السلالم اللي بتطلعك لفوق. الخطوة الثالثة، حاسب نفسك بلطف. الناس بتقسو على نفسها لما تغلط، بس محدش بينجح وهو بيجلد ذاته. اتعلم من الغلط وكمل. الاستمرارية أهم من الكمال. النجاح مش حظ ولا صدفة ولا معجزة، هو نتيجة 3 خطوات بسيطة بس لازم تبدأ. ابدأ النهاردة بخطوة صغيرة لأنك أقرب مما تتخيل. اشترك في القناة وفعل الجرس لأن الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن إزاي تبني ثقتك بنفسك بسرعة. وخليك فاكر، النجاح مش قفزة، النجاح خطوة بخطوة.